ماذا لو أخبرتك أن صوفية بلغارية عمياء توفيت قبل ما يقرب من 3 عقود؟ توقعت بالضبط ما يحدث لدونالد ترامب ولأمريكا الآن. ماذا لو أن رؤاها لعام 2026 ليست مجرد نبوءات بعيدة ولكنها تحذيرات تتكشف أمام أعيننا؟ ابقى معي لأن ما ستسمعه سيصيبك بالقشعريرة. كان اسمها بابا فانغا، والمعروفة للكثيرين باسم نوستراداموس البلقان. ولدت عام 1911 وفقدت بصرها في سن 12 خلال عاصفة ترابية عنيفة كادت أن تنهي حياتها. ولكن عندما خرجت من تلك العاصفة عمياء وتغيرت إلى الأبد، حملت معها شيئا غير عادي. كانت تستطيع أن ترى ما لا يراه الآخرون، كانت تستطيع أن ترى المستقبل وما رأته عن أمريكا، عن قادتها وعن عام 2026. كان أبعد من أي شيء كان العالم مستعدا لسماعه قبل أن نتعمق في تنبؤاتها حول دونالد ترامب ومصير أمريكا. خذ ثانية للإعجاب والمشاركة والاشتراك قبل أن تضيع تماما في هذه القصة. يساعد ذلك المزيد من الناس على اكتشاف هذه النبوءات الخفية. وإذا كنت مفتونا بالألغاز مثل هذه، ففكر في أن تصبح عضوا في القناة لدعم التحقيقات المستقبلية مثل هذه. الآن نعود إلى بابا فانغا. لم تكن هذه عرافة كرنفالية تصدر تصريحات غامضة يمكن أن تتناسب مع أي نتيجة. كانت نبوءاتها محددة، موثقة ودقيقة بشكل صادم. لقد تنبأت بهجمات 11 من سبتمبر وصفة الطيور الحديدية التي تضرب أمريكا، وتنبأت بتسونامي عام 2004 المدمر الذي أودى بحياة مئات الآلاف. تحدثت عن صعود داعش وتنبأت حتى بانتخاب أول رئيس أمريكي من أصل إفريقي. سافر الناس من جميع أنحاء العالم، العلماء، قادة العالم، والمواطنون العاديون إلى منزلها الصغير في بلغاريا لطلب مشورتها. حتى المتشككون بعد لقائها اعترفوا بأن شيئا غير قابل للتفسير كان يحدث. لكن النبوءات التي تبرز حقا الآن هي تلك التي أدلت بها حول مستقبل أمريكا وحول زعيم سيصعد خلال فترة من الفوضى، رجل سيهز تأثيره أسس الديمقراطية نفسها. تحدثت بابا فانغا عن وقت ستتمزق فيه أمريكا من الداخل عندما ينقلب الأخ على أخيه، وعندما يظهر رجل قوي من عالم الذهب والتجارة، ليس من السياسة بل من الثروة. وصفت هذا الزعيم بأنه من سيتحدى كل التوقعات ويفوز ضد كل الصعاب ويتحدى نظام السلطة نفسه. هل يبدو مألوفا؟ في عام 2016 قالت كل استطلاعات الرأي وكل خبير وكل محلل سياسي إن دونالد ترامب لا يمكن أن يفوز. ومع ذلك فقد فاز. وقبل عقود كانت بابا فانغا قد رأت ذلك قادما بالفعل، لكن ذلك كان مجرد البداية. تحدثت عن هذا الزعيم نفسه الذي يواجه اضطهادا لا نهاية له من المحاكمات والتحقيقات والاتهامات ومحاولات تدميره من خلال الحرب القانونية والسياسية. تنبأت به وهو يقف أمام المحاكم يتعرض للهجوم من كل جانب، ومع ذلك ينجو من كل ذلك. فكرة فيما حدث، تحقيقات العزل، لوائح الاتهام، كل حدث واحد يتوافق مع نبوءتها. الآن هنا حيث يتحول الأمر من غريب إلى مخيف. تنبأت بابا فانغا بأن هذا الزعيم سيعود إلى السلطة بعد فترة من المنفى والاضطهاد، وقالت إن عودته ستشعر تحولا سيغير أمريكا والعالم بأسره. أعلن ترامب حملته الجديدة وخاض كل معركة قانونية ألقيت في طريقه، ويقف الآن مرة أخرى على حافة السلطة. الجدول الزمني يتناسب تماما ووفقا لبابا فانغا، فإن عام 2026 سيشهد عودته. ولكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ هو ما يجب أن يقلق كل أمريكي. قبل أن ننتقل إلى ذلك، أخبرني في التعليقات، هل تعتقد أن صعود ترامب وصراعاته تتطابق مع تنبؤات بابا فانغا حتى الآن؟ أود أن أعرف ما تراه في هذه الأنماط. قالت بابا فانغا إن عام 2026 سيكون نقطة تحول
اللحظة التي ستواجه فيها أمريكا أعظم انقسام داخلي لها، وصفت صدعا عميقا لدرجة أنه سيهدد وجود الولايات المتحدة كما نعرفها. لقد رأت الدول تنسحب من السيطرة الفيدرالية، ورأت احتجاجات تندلع على نطاق لم يسبق له مثيل. لقد أطلقت عليها اسم الصدع العظيم، وحذرت من أن عام 2026 سيشهد أيضا انهيارا اقتصاديا لم يشهده العالم الحديث من قبل. سيضعف الدولار، ستتعثر أنظمة التجارة العالمية، وسيبدأ نفوذ أمريكا في التلاشي. سيبتعد الحلفاء السابقون، وستظهر كتل قوى جديدة. الآن انظر حولك، الدين الوطني في أعلى مستوياته على الإطلاق، التضخم يقضي على المدخرات، التحالفات تحت الضغط، الصين وروسيا تتقاربان، دول البريكس تتحدى الدولار. كل علامة وصفتها تتجلى الآن أمام أعيننا، لكن رؤية بابا فان لم تنتهي بالاقتصاد. لقد رأت الأرض نفسها تنقلب ضد الإنسانية، تحدثت عن عواصف عظيمة وزلازل لم تحدث من قبل، وما أطلقت عليه بشكل مخيف نار من السماء. ومع اقترابنا من عام 2026 هذه العلامات تحيط بنا من كل جانب. كانت تحذيرات بربرا فائن بشأن الكوارث الطبيعية من أكثر تحذيراتها إثارة للقلق. قالت إنه في عام 2026 ستتمرد الأرض نفسها بعواصف هائلة وزلازل مدمرة ونار من السماء. يعتقد الكثيرون أن هذه العبارة تشير إلى النيازك أو العواصف الشمسية أو حرائق الغابات الكارثية، على عكس أي شيء شهده المجتمع الحديث. وسواء كنت تصدق كلماتها حرفيا أو رمزيا، فإن العلامات لا يمكن إنكارها. نحن نشهد أعاصير قياسية، وحرائق غابات تلتهم مدنا بأكملها، ودوامات قطبية تجر البرد القطبي إلى الولايات الجنوبية. أنماط الطقس تزداد فوضوية كل عام. مرددة الجدول الزمني الذي تنبأت به، وصفت هذه الكوارث ليس كعقاب عشوائي بل كتحذيرات، إشارات إلى أن الإنسانية قد انحرفت بعيدا جدا عن التوازن مع الطبيعة والروح. كلما تعمقت في دراسة كلماتها كلما أصبحت رسالتها أوضح. العالم يدخل فترة تطهير من خلال الفوضى. إذا لاحظت تحولات غريبة في الطقس أو الأنماط البيئية، أو ببساطة شعرت أن شيئا ما في العالم الطبيعي ليس على ما يرام، فأخبرني في التعليقات. أريد أن أسمع ما هي العلامات التي تراها في مكان إقامتك، لكن ربما كانت نبوءتها الأكثر مستقبلية تتعلق بالتكنولوجيا، وهو شيء لم تكن لتراه في حياتها، ومع ذلك وصفته بدقة مخيفة. تحدثت بابا فانجر عن آلات تفكر وعقول اصطناعية ستتخذ قرارات تؤثر على ملايين الأرواح. قالت إنه حوالي عام 2026 ستواجه الإنسانية أول أزمة حقيقية بسبب هذه الإبداعات، لحظة يدرك فيها الناس أنهم بنوا شيئا لم يعد بإمكانهم التحكم فيه بالكامل. الآن فكر في ذلك. الذكاء الاصطناعي لم يعد خيالا علميا. إنه يكتب التعليمات البرمجية، ويحلل البيانات، وينشئ الفن، وحتى يتخذ قرارات تجارية وعسكرية. أنظمة الذكاء الاصطناعي تؤثر بالفعل على الاقتصادات العالمية، وتشكل وسائل الإعلام، وتتنبأ بالسلوك البشري. كان تحذيرها بسيطا لكنه مخيف. بمجرد أن نسلم الكثير من السلطة لهذه الأنظمة قد لا نتمكن من استعادتها. مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى المحرك الخفي وراء كل شيء من السياسة إلى الدفاع، تصبح أوجه التشابه مع كلمات بابا فائن مستحيلة التجاهل. إذا كنت لا تزال تشاهد، خذ ثانية للإعجاب والمشاركة والاشتراك قبل أن نتعمق، لأن ما سيأتي بعد ذلك قد يكون الجزء الأكثر أهمية في هذه النبوءة بأكملها. لم ترى بابا فإن جرى صعود ترامب كحدث معزول. لقد اعتقدت أن عودته ستطلق سلسلة من ردود الفعل العالمية، مما سيقرب العالم من صراع واسع النطاق أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية.
وصفت التوترات بين الشرق والغرب تتصاعد من خلال الحروب بالوكالة، ثم قالت إنه بحلول عام 2026 سيقف العالم على حافة الهاوية. انظر إلى العالم الآن. الحرب في أوكرانيا مستمرة، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان تتصاعد. كوريا الشمالية تختبر الأسلحة مرة أخرى. إيران تقترب من القدرة النووية. كل نقطة اشتعال محتملة وصفتها تشتعل في وقت واحد. لقد تنبأت بأن عام 2026 هو العام الذي ستتلاقى فيه هذه التوترات، مما يجبر البشرية على الاختيار بين الدمار واليقظة، لكن لم تكن كل رؤاها تدور حول اليأس. تحدثت بابا فانغا أيضا عن صحوة عظيمة، وهو وقت ستبدأ فيه البشرية في رؤية الأوهام والتلاعبات التي أبقتها منقسمة. قالت إنه وسط الاضطرابات سيبدأ الناس العاديون في استعادة قوتهم وتشكيل حركات تتحدى النظام القديم. إنه يحدث الآن. الثقة في وسائل الإعلام الرئيسية تنهار. الأصوات المستقلة ترتفع. الناس يتنظمون خارج الأنظمة السياسية التقليدية. سواء نجحت هذه الحركات أم لا، فإن الصحوة التي رأتها موجودة بلا شك. قبل أن نمضي قدما، شارك أفكارك أدناه. هل تعتقد أن هذه الصحوة حقيقية، أم أنها مجرد فوضى تتنكر في زي التغيير؟ أقرأ كل تعليق وأنا فضولي لمعرفة موقفك. كانت رؤية بابا فانغا التالية هي رؤية الحقيقة، كشف عالمي. أطلقت عليها اسم الوحي العظيم. قالت إنه في عام 2026 ستظهر أسرار مدفونة لعقود على السطح، وتهز الحكومات والشركات. وحتى أسس المعتقد نفسه. تحدثت عن وثائق تظهر من ظلال المبلغين عن المخالفات تكشف حقائق قاتل الأقوياء لإخفائها. قالت إن هذا الوحي لن يأتي من خلال المؤسسات الرئيسية، بل من خلال أصوات غير متوقعة، مستقلة، لا مركزية، ولا يمكن إيقافها. انظر حولك. الاتصالات المشفرة تتزايد. وسائل الإعلام البديلة تزدهر. المنصات اللامركزية أصبحت ملاذات آمنة للحقيقة التي لا يمكن إسكاتها بسهولة. ما توقعته. عصر الحقائق الخفية التي تظهر للعلن يتشكل الآن. لكنها حذرت من أن هذا الفيضان من الوحي سيأتي مع الفوضى والارتباك والخوف. سيكافح الناس لتمييز الحقيقة عن الخداع والدعاية والتعرض الحقيقي. ستختلط مثل النار والدخان. وقالت إنه في هذا الضباب من الوحي فقط أولئك الذين بقوا راسخين عاطفيا وروحيا سيرون بوضوح. إذا كنت تعتقد أننا نعيش بالفعل هذا الوحي، أخبرني في التعليقات ما هي الحقائق الخفية التي تعتقد أنها تظهر، وما هي الأنماط التي بدأت تراها. الآن دعنا نعود إلى الرجل في قلب كل ذلك. دونالد ترامب وصفته بابا فانغا ليس كمنقذ أو مدمر، بل كمحفز، الشرارة التي تشعل التحول الذي ينتظر أن يحدث بالفعل. قالت إنه سيجبر أمريكا على مواجهة الحقائق. لقد تجاهلتها لفترة طويلة. كشف الفساد في الأماكن التي اعتقد الناس أنها لا يمكن المساس بها. قالت إن قيادته لن تكون حول الوحدة أو الدمار وحده. ستكون حول الوحي من خلال الصراع، مما يجبر البلاد على مواجهة انعكاسها الخاص. ولن تتوقف تحذيراتها عند هذا الحد. توقعت ذلك. ستكون فترة ترامب الثانية في السلطة محاطة بالخيانة. سيتحول الناس داخل دائرته ضده. سيصبح الحلفاء أعداء. تحدثت عن تطهير عظيم. تطهير لهياكل السلطة سيمتد عبر كلا الحزبين السياسيين. بحلول عام 2026 قالت إن هذا الزعيم سيقف وحيدا محاطا بالضوضاء والخداع والفوضى. ومع ذلك لا يزال في قلب عاصفة تشكل مصير أمريكا. العديد من هذه الأنماط تتكشف بالفعل. شهادة حلفاء سابقين ضده، انقسامات سياسية، اتهامات تتزايد من جميع الجهات.
سواء كنت تؤيده أو تعارضه، فمن الواضح أن ترامب أصبح مركز العاصفة. وصفت باربرا فانغا قبل أن ننتقل: توقف لحظة. وأعجب وشارك واشترك إذا كان هذا يتردد صداه معك. نحن في منتصف ما قالته بابا فانغا فقط، والأمور على وشك أن تصبح أكثر قتامة. كانت رؤية بابا فانغا لعام 2026 هي رؤية اضطراب وشلل، أزمة دستورية. من شأنها أن تختبر وحدة أمريكا إلى نقطة الانهيار. وصفت مبنى الكابيتول الأمريكي محاطا بالمتظاهرين مع استدعاء الجيش لاستعادة النظام. قالت إن الحكومة ستكافح للعمل حيث مزقت أسئلة السلطة الأمة. وفقا لها، ستبدأ هذه الأزمة بحدث غير متوقع في أوائل عام 2026، شيء من شأنه أن يثير سلسلة كاملة من الفوضى. لم تحدد بالضبط ما هو، لكن أولئك الذين درسوا نبوءاتها قدموا بعض التفسيرات المخيفة: ربما هجوم إرهابي، أو هجوم إلكتروني، ينهار الأنظمة المالية، أو حتى كارثة طبيعية تطغى على قدرة الحكومة على الاستجابة. مهما كان الأمر، كانت متأكدة من أنه سيطلق سلسلة من ردود الفعل. وقالت إن أمريكا ستجد نفسها محاصرة بين قوى الانقسام واليأس. الآن، إذا نظرت إلى حالة الأمور اليوم، التوتر الاجتماعي المتزايد، نقاط الضعف الرقمية، السكان المستقطبون وعدم الثقة العميقة في القيادة، فليس من الصعب بصراحة تخيل مدى سرعة مثل هذه الأزمة يمكن أن تتكشف. في رأيك، ما نوع الحدث الذي تعتقد أنه يمكن أن يثير هذا؟ شارك أفكارك في التعليقات. قد يربط منظورك قطعة أخرى من هذا اللغز الغريب. أنا تحدثت بابا فانغا عن أمريكا ليس كأمة واحدة بلا كظلين لنفس الجسد، أرض منقسمة في الروح قبل وقت طويل من انقسامها جغرافيا. قالت إنه بعد عام 2026 ستبدأ البلاد في التفكك، ليس من خلال الحرب أو الانفصال، بل من خلال الهوية. وصفت مدنا لم تعد تعترف ببلدها، ومناطق ترفض الحكم الفيدرالي، ومجتمعات تشكل أنظمتها الداخلية الخاصة، المالية والرقمية والروحية. سيبدأ بهدوء. قالت: حركات استقلال محلية، قادة ولايات يتحدون علنا الأوامر الوطنية. المواطنون يفقدون الثقة، ليس فقط في السياسيين، بل في فكرة أمريكا كما كانت في السابق. وفي هذا المشهد المنقسم الجديد، رأت أمريكتين تنهضان، إحداهما مبنية على السيطرة والمراقبة والطاعة، والأخرى مبنية على التمرد والاكتفاء الذاتي واليقظة الروحية. قالت إن النسر سيلوي جناحيه إلى الداخل، وهو استعارة مخيفة تشير إلى أن الحامي العظيم سيصبح قريبا تهديدا لنفسه. إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة، هل تشعر بالفعل بهذا الانقسام؟ هل هو شيء سياسي أم شيء أعمق، تحول في الروح والمعتقد؟ أخبرني في التعليقات لأن تحذير بيبي فان التالي يوضح إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الانقسام حقا. بعد الاضطرابات والانقسام، تنبأت بابا فانغا بهدوء غريب، ليس سلاما، بل ما أسمته الصمت العظيم. قالت إنه في عام 2026، بعد شهور من الاضطرابات، سيسود الصمت العالم. ستتعثر شبكات الاتصالات، وستتوقف البثوث. ستتوقف الحكومات عن العمل لفترة من الوقت. وصفات سكونا غريبا حيث سيبتعد الناس عن الشاشات ويعودون إلى الغريزة. يعتقد بعض الباحثين أن هذه الرؤية تصف انقطاعا جماعيا للإنترنت، وهو إغلاق رقمي منسق يمكن أن يوقف الاتصالات العالمية ويشل الاقتصادات. يفسرها آخرون على أنها صمت روحي، توقف إجباري في الفوضى يجبر البشرية على الاستماع مرة أخرى لإعادة الاتصال بشيء أعلى. قالت إن الصمت سيفصل الناس، أولئك الذين يصابون بالذعر وأولئك الذين يستعدون، أولئك الذين ينظرون إلى الخارج بحثا عن الإنقاذ وأولئك الذين ينظرون إلى الداخل بحثا عن التوجيه بكلماتها الخاصة، أولئك الذين يعمون عن الصوت الداخلي سيتجولون في خوف.
إذا فسرنا ذلك اليوم فإنه يبدو كتذكير وسط الضوضاء المستمرة والخوف والانقسام. ربما سيأتي الصمت ليس كعقاب بل اعتذار إعادة ضبط للعالم. إذا شعرت يوما بتلك الرغبة الغريبة في الانفصال للابتعاد عن العاصفة الرقمية، فربما تشعر روحك بالفعل بهذا الصمت القادم. في إحدى أكثر نبوءاتها غموضا، تحدثت بابا فانغا عن نار ترتفع من البحر، ظاهرة ستظهر كضوء لكنها تحمل الموت لعقود. تجاهل الناس ذلك كاستعارة، ولكن الآن في عصر الاختبارات العسكرية تحت الماء والنشاط البركاني وشبكات الطاقة غير المستقرة، تبدو كلماتها أقل تجريدا. يفسر البعض هذه النار من البحر على أنها إشارة إلى الانفجارات البركانية تحت الماء أو انفجارات الميثان، أحداث قادرة على إطلاق تسونامي وتغيير المناخات العالمية. يعتقد آخرون أنها استعارة للحرب تحت الماء، أسلحة صامتة مخبأة في الأعماق جاهزة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في لحظة. لكن التفسير الأكثر إثارة للقلق يربطها بكابلات بيانات التكنولوجيا تحت المحيطات التي تحمل شريان الحياة لحضارتنا الرقمية. إذا احترقت تلك الخطوط سينزل العالم إلى الصمت العظيم الذي تنبأت به. قالت إنه بعد هذا الحريق سيظهر تحالف جديد من المياه. يعتقد الكثيرون أنها أشارت إلى الدول الآسيوية حول المحيط الهادئ لتشكيل مراكز قوة جديدة مع ضعف الغرب. في جدولها الزمني يمثل هذا بداية إعادة ترتيب عالمية، حيث تبدأ الإمبراطوريات القديمة في الانهيار وتنهض الإمبراطوريات المنسية. توقف هنا. وإذا كنت تشاهد حتى الآن، خذ ثانية للإعجاب بهذا الفيديو، اشترك في المنطقة المترابطة وادعم القناة من خلال الشكر الفائق أو العضوية. طاقتك تبقي هذه التحقيقات حية. وما يأتي بعد ذلك في تحذير بابا فائن الأخير قد يكون النبوءة الأكثر إزعاجا التي قدمتها على الإطلاق. لم تكن رؤى بابا فائن الأخيرة لأمريكا كلها مظلمة. في سنواتها الأخيرة قالت إنه من رماد الانقسام والأزمة ستنهض أمريكا جديدة، ليس من خلال السياسة ولكن من خلال الوعي. وصفتها بأنها أمة مولودة من جديد، لم تتشكل بالنصر بل باليقظة. قالت إن الناس سيبدأون في رؤية ما وراء الوهم وما وراء الدعاية وما وراء الحزب وما وراء الإعلام، وسيعيدون اكتشاف شيء قديم في أنفسهم، الحقيقة بدون تلاعب. قالت إن هذا التجديد سيبدأ في أماكن غير متوقعة، مدن صغيرة، مجتمعات ريفية، عبر الإنترنت، دوائر من الناس العاديين يشاركون وعيا غير عادي. لن ينتظروا القادة، سيقودون أنفسهم. كانت كلماتها بسيطة لكنها قوية. عندما يحترق المنزل فإن الدفء الذي يبقى هو الذي سيبني من جديد. توقعت أن نهضة أمريكا لن تبدو كثورة سياسية بل إصلاحا روحيا. أفراد يدركون أن الأنظمة التي وثقوا بها لم تعد تخدمهم ويختارون إنشاء شيء أفضل. في الوحدة والوضوح يمكنك بالفعل رؤية تلميحات لهذا: اقتصادات مستقلة، أنظمة تعليم موازية، تجمعات روحية، وجوع متزايد. للحقيقة قد لا تكون أمة بابا فان المولودة من جديد دولة جديدة، بل حالة ذهنية جديدة. إذا كانت رؤية التجديد هذه تتردد صداها معك، اترك رمز تعبيري للنار في التعليقات. دعنا نرى كم عدد الذين ما زالوا يعتقدون أن شيئا أفضل يمكن أن ينهض من الأنقاض. أنا إحدى نبوءات بابا فان الأخيرة الأكثر غموضا ذكرت شخصية أطلقت عليها اسم رجل الضوء الأحمر. قالت إن هذا الرجل سيظهر خلال لحظة صمت العالم عندما تتوقف الفوضى وينتظر البشر. سيساء فهمه، يخشى ويعجب به على حد سواء، وستؤدي أفعاله إلى أحداث تعيد تعريف القوة نفسها. يرى البعض هذا رمزيا، يمثل قائدا عالميا أو مؤثرا، مضاء بالوهج الأحمر لاهتمام وسائل الإعلام. يربط آخرون ذلك بحدث فعلي، علامة في السماء،
أو حتى تحذير يتعلق بالتكنولوجيا والمراقبة، حيث يرمز الضوء الأحمر غالبا إلى الخطر والكشف. لكن بكلماتها الخاصة قالت: عندما يضيء الضوء الأحمر على البرج، سينقسم المسار إلى قسمين. يعتقد المفسرون أن البرج يمكن أن يعني مراكز القوة، واشنطن، لندن، أو حتى المنصات الرقمية نفسها. يقولون إن الضوء الأحمر يمكن أن يشير إلى كل من الكشف والحكم. اللحظة التي تحرق فيها الحقيقة الوهم. إنها مخيفة أن نفكر كيف يمكن أن يتجلى هذا اليوم. من التحقيقات السياسية إلى الكشف الرقمي، نشاهد الأبراج ترتجف تحت وطأة خداعها، وربما رجل الضوء الأحمر لبابا فائن ليس شخصا واحدا، بل رمزا لهذه الحقبة الجديدة من المساءلة واليقظة. إذا كنت تعتقد أنك تعرف من أو ماذا يمثل رجل الضوء الأحمر، شارك نظريتك في التعليقات. أريد أن أسمع تفسيرك. في النهاية، خفت صوت بابا فان. لم تعد تتحدث عن الكارثة أو الانقسام، بل عن الاختيار. كانت رسالتها الأخيرة بسيطة، لكنها مؤثرة. الضوء لن ينقذ الجميع، فقط أولئك الذين يرونه. قالت إنه في عصر الارتباك قد يخلط الكثيرون بين الوهم والتنوير باتباع منقذين كاذبين، وأنبياء كاذبين، ووعود كاذبة، لكن الصحوة الحقيقية ستأتي بهدوء من الداخل.